ازيكم يا اصحابي؟ النهارده هنعمل مع بعض البسبوسه الصيامي بابسط الطرق. ان شاء الله هتعجبكم. يلا بينا نشوف هي اتعملت ازاي. هنا المكونات مع بعض: باكو دي بسبوسه. هنا اختياري، عايزه تحطي جوز الهند، كوبايه جوز الهند او مبشور جوز الهند، دي اختياري. انا حطيت كوبايه. كوبايه مليانه لبن جوز الهند، وممكن تزودي كمان ربع كوباية. هنا 3/4 كوباية سمنة سايحة، سمنة نباتي. انا هنا استعملت جنة او كريستال ورابي تنفع. هنا نص كوباية دقيق، وهنا معلقتين كبار جلوكوز او عسل تقيل، العسل العادي اللي بنعمله الشربات العادي التقيل. من نجاح البسبوسة معلقتين الجلوكوز دول او معلقتين العسل التقيل، وكمان من نجاح البسبوسة اللي احنا نحط الشربات وهو سخن، ونغطيها طبعا بأي غطا، نغطي الصينية بأي غطا. يلا بينا نشوف اتعملت ازاي. انا هنا حطيت لبن جوز الهند والسمنة على النار، يا دوب بس يسخنوا على بسيط كده، بس السمنة تسيح على بسيط. وهحط معاهم معلقتين سكر الجلوكوز او العسل التقيل، هضيفهم هنا على دقيق السميد، واحط معاهم، ممكن اضيف معاهم جوز الهند، وممكن اضيف جوز الهند اللي انا كنت عامله، اللي كان متفضل من اللبن جوز الهند اللي انا هنا قلبت الخليط كله مع بعضه، ويا ريت ما نقلبش كتير عشان ماده الجيلاتين اللي فيه، هي مجرد بس ما يتبس معانا وخلاص، احنا مش عايزينه خفيف. انت ممكن بس تزودي كمان ربع كوبايه لبن جوز الهند كمان. بس انا هنا حطيت زبيب من جوه العجينه، وجبت صينيه، جبت صينيه وسط، وحطيت دهنتها بالطحينه بمعلقتين طحينه، هتفرق جدا. ومعاهم معلقه صغيره سمنه، ودهنت بيهم الصينيه. وبعد كده البسبوسه وفردتها بالشكل ده. البسبوسه تقيله مش خفيفه. هنا انا رصيت السوداني، كنت عامله صينيتين، عملت الصينيه دي بالرصه دي وصينيه تانية بشكل تاني. انت تقدري تعملي الشكل اللي انت عايزاه، حطي سوداني، حطي كريز، ممكن تحطي اي مكسرات، بندق، لوز، وممكن من غير اي مكسرات. هندخلها على فرن سابق التسخين على الشبكة لمدة، اول ما الجنين مر ممكن نشغل الشواية. هي تاخد في حدود نص ساعة تقريبا يعني. احنا نشغل الشواية بس عشان تاخد لون من فوق الوش. هنا انا حاطه الشربات على النار، وده شربات البسبوسة، بيبقى بالسماكة دي وبالتقل ده، هو مش بيكون تقيل قوي ولا خفيف قوي. هنا البسبوسة بعد ما استوت وحطيت لها الشربات سخن، غطيتها بسرعة لمدة 10 دقايق، وسبتها متغطية عشان تبقى طرية معايا. شايفين شكلها جميل ازاي؟ يا رب الطريقة البسيطة دي تكون عجبتكم. ملحوظة بقى بسيطة، ما تحطيش بيكنج باودر او تضيفيه على البسبوسة، بالذات البسبوسة السايبة، لان البيكنج باودر بيغمق جدا البسبوسة. لكن البسبوسة اللي هي المعلبة او المغلفة دي بتبقى فيها بيكنج باودر بنسب معينة. عقبال كل فيديو، باي باي.